شنو يعني الروضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنبري، هذا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال روضة من رياض الجنة. يعني هذا المكان من الجنة. هذا المكان هو أساس المسجد النبوي القديم اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى فيه الصحابة وبناء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يا إخواني الكرام محراب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إمام بالناس. فأنت اليوم راح أصلي بهذه الروضة، راح أصلي بمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فيه الصحابة الكرام والتابعين والعلماء والصالحين والأولياء، كلهم صلوا في هذا المكان. المكان مبارك، يبعد عنك النبي صلى الله عليه وسلم مترات بسيطة، مترين 3 فقط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فشلون راح تكون صلاتك؟ شلون راح يكون دعائك؟ تخيل بأن المصلي ينظر إليك، تمام؟ فأنت أخي الكريم تصلي بقلب حاضر، بقلب يستشعر هذا المكان وعظمة هذا المكان، وأنت تصلي في مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروضة يا إخواني الكرام مكان من الجنة. الكرام هذا المكان فيه الدعاء مستجاب. يعني تخيلوا الله سبحانه وتعالى يقول عن محراب السيدة مريم، قال هنالك دعا زكريا ربه والله استجاب له، أعطاه ولد. فكيف بمحراب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمكان هذا مستجاب الدعاء فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إخواني الكرام أن يتقبل منهم. لما أتعدى أول دقيقة مكتوب هنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف بقلب حاضر، بقلب يستشعر أنك تقف أمام خير من خلق الله، بأمام من سينقذك يوم القيامة إذا ما احتجت إلى شفاعته. فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خيرة خلق الله. ممكن تعبر له عن حبك وامتنانك بأي طريقة كانت، مو ولا شرط تحفظ الكلمات اللي قلتها. وبعدين تاخذ متر تسلم على سيدنا بكر الصديق، السلام عليك يا بكر الصديق، السلام عليك يا صاحب رسول الله، السلام عليك يا خليفة رسول الله. تقريبا متر أو نصف سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه، فتسلم السلام عليك يا نبي المؤمنين، السلام عليك يا سيدي يا عمر بن الخطاب. تدعي اللهم احشرنا معهم وارزقنا